السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين المتتبعات الغاليات الوفيات؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله وانتم تفرجوا لهذا الفيديو. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نحضر معكم الحلوى دريش بوند اللي كتجي زوينه بزاف. الحلوى ديال زمن الجميل كنا نصايبوها، الصراحه كانت تجي زوينه، كانت تحمق الصغار والكبار. بغيت نصايبها، قلت علاش ما شاركهاش مع المتتبعات ديالي. وساليو الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعود الفائده على الجميع. والبنات الجدد اللي زاروا القناه اول مره يضغطوا على المربع الاحمر ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. غنحتاج 3 ديال البيضات، كاس ديال سنيده ما عامرش بزاف، ساشيه ديال الفاني، كاس ديال الزيت. غنخلط هاد المكونات كلهم، خصني نخدمهم مزيان. غنولي نضيف خميره ونص ديال الحلوى. كي لا دوبلتو المقادير غادي ديروا 2 خميرات حمر ديال الحلوى. والطحين على حساب الخليط اللي عندنا، نبقى نضيف شويه بشويه حتى نحصل على العجينه اللي بغيت. العجينه خصها تكون خفيفه ما تكونش ثقيله. هانتو كما تشوفوا تلاصق في اليدين. غادي نجيب الطاوه نفرش فيها ورق الطبخ وغادي نبقى نكور هكا الكويرات غير صغار، نحيت فيها الخميره الحلوه باقا تزيد تطلع، خصنا غير نصغروهم. نبقى نستمر هكا حتى نسالي العجينه كلها. هانتم بعد ما ساليتها غادي نسخن الفران ونقص ليه شويه وعاد نخليه حلوه طيب. ما تجهدوش الفران بزاف، ما تنقصولوش بزاف، عاوتاني لا نخصيه غادي تيبس ليكم. الفران خصو يكون ما مجهد ما قليل باش تطيب على خاطرها وتعطي هذا اللون الذهبي ديالها زوين. ندير الكوفيتير جاري خاص بالحلوى، هانتم كما تشوفوا. زدت عليه واحد المعلقه ديال الزهر وخلطته مزيان. نجيب عاوتاني واحد الطبسيل وندير فيه الكوك يكون غليظ. انا عندي هذا الرقيق، المهم داكشي اللي كان موفر عندي خدمت به، ولكن من احسن هاد الحلوى دريش بوند يكون الكوك غليظ شويه. كنديرو في كاسرونه بحال هكا. الصراحه تجي زوينه وسهله واقتصاديه وفي ساعه تحضرها. تنمرمدها في الكوك مزيان على هاد الشكل هكا. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وسهله البنات غير صايبوها، في الصراحه تجي زوينه بزاف. هانتم كما تشوفوا، هانتم هشيشه ومازال تزيد تهشش حيت انا عاد صايبتها. وهانتم كما تشوفوا كلشي قدام عينيكم. وشاكره راسها براسها، وشكرا على المتابعه، شكرا لكم بزاف. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.